صباح الفل يا اخواتي. تعالوا نبدأ الفيديو ده بالصلاة على سيدنا النبي أشرف الخلق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب في صباح هذا اليوم اصلح حالي واهديني للطريق الصحيح، ووصلني لكل ما أحلم بيه، واصلح حال كل شبابنا ويهديهم، ووصل كل شاب للي بيحلم بيه، ويا رب يكرم الناس كلها وكله يكون في خير وفيه. يا اخواتي في عجالة سريعة أنا طالع أقول لكم بس نبذة مختصرة، ولا أنا جاي في صيت يا اخواتي، ولا انا جاي في شهره، ولا انا محتاج اعمل لقطه. كده كده اللقطات بتجري ورايا، واللي عارف حموده جرنوف اخوك في الله عامل لقطات مفيش حد في مجالي يعرف يعملها، ومقتنع وراضي بنصيبي، وعارف ان انا كان حقي ابقى في حته احسن من كده بكتير وابقى في حته قدام، بس الحمد لله راضي بنصيبي يا اخواتي، ومش محتاج اعمل لقطه، لان كده كده انا عملت لقطات، مقتنع ان محدش يعرف يعمل اللي انا عملته او يوصل للي انا وصلت له، والحمد لله في سن صغير. هي الفكره مش انا طالع بالواسطه ولا بالكوسه، انا عادي كنت من صغري في الغنى، عامل اغاني من قبل ما اظهر على شاشه التلفزيون او اطلع، وكل اصحابي والناس اللي حواليا في دايرتي عارفين الكلام ده. انا يا اخواتي برضو في عجاله سريعه جات لي زمان فرصه ان انا اظهر في فقره مواهب على النت في برنامج، ما كانتش يعني مش بالواسطه ولا بالكوسه ولا بالكلام ده زي ما اي حد مثلا فاهم. انا اتحطيت على اول طريق، خدت فرصه، وهي شبه فرصه، يعني مش فرصه مثلا اللي هي انا بقيت نجم نجوم العالم، هي فرصه هتظهر في فقره مواهب في برنامج. المهم يا اخواتي ان انا لما جالي خير شديت كل الناس اللي حواليا فيه، وما طمعتش في الطلعه الوحديه، وما قلتش ان ممكن حد ياخد مني الجو، لان كده كده اخوك واثق بنفسه وبموهبته. كونت فريق مكون من 4 افراد وخدتهم معايا وشديت ناس كتير في الخير. المهم يا اخواتي ان انا اتحطيت على اول خيط في الطريق، وكل اللي اتعمل بعد كده وكل اللي جه واللي جاي واللي هيجي ان شاء الله بفضل ربنا اول حاجه، وبمجهود شخصي وبسعي في الخير وبحلال وبكرامه وبمبادئ، وما اتنازلتش عن مبدأ واحد من المبادئ عشان اوصل، وما اتنازلتش عن اي حاجه عشان اوصل او ابقى نجم. وجات لي فرص ياما من اكبر واتقل شركات واكبر واتقل منتجين في البلد ان انا ابقى نجم نجوم الدنيا، بس اعتمد نفسي وابقى بطولي. ما رضيتش وما اعتمدتش وتمسكت باصحابي اللي بداوا معايا، وفضلت لحد اخر المطاف، ما اتخليتش عن الناس اللي معايا واللي بدات معايا واللي بتشتغل معايا. واي حد ساب ايده هو ايدي، هو اللي ايده فلتت مني، انا ما سبتش ايد حد. يا اخواتي انا ان شاء الله من اللحظه دي معتمد نفسي ومعتمد حالي، وهقدم كل يوم فيديو زي الفيديوهات اللي انتوا بتشوفوني بنزلها، ومعلومه بس بسيطه يا اخواتي. ولا انا مثلا مكتئب، ولا انا برمي الكلام لحد، ولا انا عايز اندب حد. هي كل الفكره يا اخواتي ان انا بحاول اقدم محتوى فني جيد يستحق المشاهده. وبرضه عشان ناس كتير ما تفتكرش ان حموده مثلا بيشرب حاجه او بيضرب حاجه وبتجيب معاه عبط وبيطلع يعمل اي عبط، والله ما بقدم اي هلس، والله الفيديوهات دي ما اي عبط في عبط، دي ابداعات فنيه لن تراها الا من اخوك العبد الفقير لله حموده جرنوف. ليا حتتي الحمد لله، وربنا مميزني، واللي انا اقدمه او اطلع اعمله في اي حاجه محدش يعرف يعمله، ومحدش يعرف يعمله زيي، ومحدش يعرف يعمله اقل مني، ومحدش يعرف يعمله احسن مني، ومحدش يعرف يعمله في مستواي، لان اخوك حموده جرنوب بربنا وبموهبتي نسخة واحدة لن يكررها التاريخ. يا اخوات انا ما بيشغلنيش المشاهدات، وما بيشغلنيش الريتش والتفاعل واللايكات والكومنتات. انا من يوم ما بدأت من 15 سنة وانا اقل مشاهدة على مواقع السوشيال ميديا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وبقدم محتوى في اي حاجة اشتغلت فيها فنية لا يقل جودة عن نجوم الصف الاول، وبقدم محتوى جيد، وربنا صارف لي موهبة ومكامل متكامل، مش محتاج حد يعمل لي حاجه من اول ان انا اصلا يعني انهي لك القصه. انا بصور نفسي وبعمل اديت لنفسي وبكتب لنفسي وبحط فكره لنفسي وبحط محتوى لنفسي، وانا كامل متكامل مش محتاج اي حد يساعدني في حاجه. المساعد ربنا قبل اي حاجه، وكلامي مش لحد والله العظيم. يعني انا عاوز اعرفك ان انا اللي بقدم محتوى، انا بحاول ان انا ابقى منشئ محتوى بطولي وبنفسي، ومحتوى يكون جاد ويستحق المشاهده، ولا يشغلني ريتش، ولا يشغلني مشاهدات، ولا يشغلني تفاعل. انا لي 15 سنه مستمر، لان انا بحب الشغلانه وبحب المجال، ودي موهبه، وبحاول ان انا ما اعملش حاجه غلط على قد ما اقدر، وبحاول ان انا اضيع وقتي في حاجه برضو ما تكونش من وجهه نظري غلط.
وبرضه يا اخواتي يعني حته برضه بسيطه عايز اوصلها لكم يعني تبقوا فاهمينها. انا والله العظيم يا اخواتي ما بعبط، والله ما بعبط، بس انتوا هتشوفوا اللي جاي.